مرحبا يا أصحابي، سوف أروي لكم اليوم قصة بعنوان حقيبة الأموال. في بلدة صغيرة كان هناك طفلان يلعبان، أحمد وحسام، وهما صديقان منذ أن ولدا. وفي يوم من الأيام كان أحمد وحسام يلعبان في الحديقة، وكان يجلس فيها العم عبد الله، وهو رجل غني يجلس فيها هو وأسرته، وكان معه حقيبة مليئة بالكثير من الأموال يجب عليه أن يسلمها لشريكه في العمل الأستاذ عمر. وبينما كان يلعب الصديقان بمرح، وجد هذه الحقيبة بعيدة عن أعين الناس، فأسرع أحمد وعيونه تلمع من الفرح، مخبرا صديقه حسام أنه وجد حقيبة بها الكثير من الأموال. فاندهش حسام وقال بحزم: لابد أن نعيد هذه الحقيبة لصاحبها يا أحمد. قال أحمد بحزن: ولكن يا حسام، إن أعدناها فلن نتمكن من شراء الألعاب التي نريدها. قال حسام: أنا أعلم أننا نريد شراء ألعاب جديدة، ولكن يجب أن نفعل ذلك بالمال الذي يخصنا، وألا نأخذ ما ليس لنا. أحمد قال بتفهم: معك حق يا صديقي، يجب علينا أن نعيد هذه الحقيبة، ولكن ترى لمن هذه الحقيبة؟ ثم نظر أحمد وحسام في الحديقة يبحثان عن صاحب هذه الحقيبة، ثم يقع نظر حسام على العم عبد الله ويقول: انظر يا أحمد، ها هو العم عبد الله يجلس مع عائلته، لابد أن تكون هذه الحقيبة له. قال أحمد بحماس: نعم، هيا بنا لنذهب إليه. ثم قال الصديقان للعم عبد الله: لقد وجدنا هذه الحقيبة، هل هي لك؟ ثم قال العم عبد الله: نعم أيها الصغار، لقد كانت هنا وغفلت عنها، شكرا لأماناتكما. ثم يحتضنهما ويعطي كل منهما مالا ليشتروا به الحلوى. هذا المال لكما لأماناتكما وإعادة الحقيبة. أحمد وحسام يقفزان بفرح: شكرا لك يا عم عبد الله. ثم عاد كل منهما إلى منزله وأخبر والدتهما بما حدث. قالت أم أحمد وهي تنظر في عين ابنها: أحسنتما يا بني، يجب دائما أن تتعلمان الأمانة والصدق، وألا تأخذ شيئا ليس لك. قال أحمد: نعم، أنت على حق يا أمي، أنا حقا محظوظ بصديقي حسام، لأنه ساعدني على إعادة الحقيبة لصاحبها. قالت الأم بابتسامة: بارك الله فيكما يا بني. ثم ننتقل إلى بيت حسام، ووالدته تنادي عليه في المطبخ حتى يساعدها في تحضير الغداء. وقال حسام: قادم يا أمي، قادم. وأثناء ترتيب المائدة يخبر حسام أمه بما حدث. قالت الأم وهي تمسح على شعر ابنها: أحسنت صنعا يا بني، بارك الله فيك. قال حسام: شكرا يا أمي. ثم تحتضن كل أم ولدها في النهاية. إلى اللقاء يا أصحابي في قصة قادمة.